السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل احلى واسهل زبيب في البيت باكبر كميه بارخص سعر. هتخزني وتوفري وتدبري. يلا بينا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونعمله مع بعض. عندي هنا 3 كيلو عنب، انا منقياه من عناقيد بتاعته عشان يبقى سهل معايا وجاهز. ومعايا هنا معلقه بيكربونات الصوديوم بنشتريها من عند اي عطار. هنستخدم معلقه كربونات لكل كيلو عنب. هحتاج هنا معايا ليمونه واحده هعصرها على الميه، وفي حله هنا يكون فيها 3 لتر ميه هنضيف عليها معلقتين زيت كبار. اول ما تغلي هنزل بالعنب وهضيف معلقه الكربونات، وبمجرد ما هنزلها هلاقي حصل فوران في الميه. اسيب العنب يغلي لمجرد دقيقه واحده بس، غلوه واحده بس كفايه. وبكده اطلعه اصفيه واسيبه الاول في مصفى حوالي 10 دقايق لربع ساعه. مش هضيف عليه اي ميه ساقعه، بمجرد ما اطلعه ميه سخنه بس هصفيه من الميه. وفي صينيه عندي تكون كبيره ممكن افرد فيها ورق زبده او فوطه. لو حتى مفيش ورق زبده هستخدم اي ورق ابيض من اي كراسه عندي، واخلي العنب طبقه رقيقه. اهم حاجه يا جماعه العنب يكون طبقه رقيقه جدا، يعني ما احطش عنب فوق بعضيه عشان ما يعفنش، هي طبقه واحده بس. كميه هنا اخدت معايا صينيتين كبار، وهستخدم شاشة خفيفة طبعا عشان ابعد عنه الحشرات او الاتربة، وهسيبه ينشف في الشمس لمدة 3 ايام. وبكده يا جماعة هنكون عملنا احلى واجمل واسهل زبيب، اعتقد مفيش اسهل من كده. وبكده نكون عملنا زبيب اورجانيك طبيعي جدا مفيش فيه اي مواد حافظة، واقدر احتفظ بيه في التلاجة او بره التلاجة. هنا كده بالظبط بعد 3 ايام، ودي كانت الصينية التانية. اوريكم شكل الزبيب، وطبعا بالنسبة هنا للون هو لونه بيكون مختلف عن بره. هنا مش بتضاف عليه ثاني اكسيد الكبريت، دي المادة اللي بتعرض ليها الزبيب عشان لونه يفضل فاتح. وثاني اكسيد الكبريت ده هي المادة الحافظة او المادة الكيميائية اللي بتمنع التسمير الطبيعي للفواكه عند التجفيف. وطبعا احنا في البيت مش هنستخدمها، فبالتالي هيكون عندنا التجفيف طبيعي، وهيحصل تسمير انزيمي او تسمير طبيعي للعنب. وزي ما انتم شايفين عملنا الزبيب بطريقة سهلة جدا بمكونات من البيت من غير اي تكلفة. عملنا حوالي كيلو كامل زبيب من 3 كيلو عنب. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بكل صحة وعافية.